حابه تفتح معاه كلام قوي، بس هو واضح انه ساذج بزياده او محرج ومتوتر ومش عارف يتكلم. في الاخر بيسيبها ويمشي علشان ينام لان هو تاني يوم مسافر. المهم بعد كده بيحكي لاصحابه كل اللي حصل. هما بيقولوا له يا خيبتك يا اخي، وبتحكي كمان انت هتعيش طول عمرك كده لوحدك، لازم تبقى جريء شويه. بتعزمك بالليل عندها على حاجه تشربها وبتحاول تفتح معاك كلام في اي حاجه وتقول لك انها سابت حبيبها وجايه علشان تنساه، وبعد كل ده ما تحاولش انك تشقطها. المهم تيتو بيرجع لمدينته وبيروح على شغله في المستشفى، وبيظهر هنا ان هو شخص طيب جدا حتى في معاملته مع المرضى بالذات اللي صغيرين في السن. بيديهم العاب ودباديب على حسابه علشان بس يوافقوا ياخدوا العلاج. وبيظهر هنا ان في من اصحابه بيشتغلوا معاه في نفس المستشفى. المهم روز بتبعت له مسج عايزاه يخرج معاها، هو بيبقى مبسوط جدا. صديقته بتقول له قول لها تعالي لي على البيت في نص الليل. بيرد عليها ايه قله الادب اللي انت فيها دي، ده احنا يا دوب اول مره بنخرج مع بعض. هقول لها تعالي البيت، هنتقابل طبعا في مكان عام. فبترد عليه براحتك يا غشيم. البنت بتحب الراجل الدغري، خش في الموضوع على طول هترجع تندم بعد كده. تيبو بيكبر دماغه منها وبيروح فعلا يقابلها في مكان عام، وبيدي لها هنا هديه صوره من العصور الوسطى لان هي بتحب الفن والحاجات دي. بتساله بعد كده تحب تخرج فين، فبيقول لها لا براحتك اختار انت. فبترد عليه هتندم على فكره، وافتكر ان قلت لك هتندم. فبيقول لها ليه كده، هنروح فين بالظبط؟ فبتقول له هنروح نشتري هدوم جديده. فبيقول لها عادي مفيش مشكله، وهندم ليه؟ فبتقول له كل الرجاله ما حدش بيحب يروح مع بنات وهم بيشتروا هدوم. تيبو بيقول لها لا لا ما تقلقيش انا مختلف في الحته دي. المهم بيروح معاها وهي زي اي بنت بتقيس 5000 فستان تقريبا علشان تختار واحد في الاخر، بس هو بيبقى عادي مبسوط مش متضايق. بتقول له بعد كده ان حبيبها القديم كان دايما بيرفض يروح معاها وهي بتشتري هدوم لانه بيزهق. وبتقول له كمان انها حاسه ان جه الوقت المناسب انها تحب حد غيره علشان بدات تنساه. هو بدل ما يفهم ان قصدها هو بيتهرب من الكلام وبيقول لها مفيش احسن من السنجله والله. تيبو نفسه بيبقى مش عارف هو